الاكسسوارات. الاكسسوارات في منها انواع كتير ومسميات كتير وشركات. هنا هنتكلم على تفاصيل المفصله اللي احنا بنشتغل بيها في المطبخ. رقم واحد وهي مفصله الشورت، مش المفصله الطياره. المفصله الطياره لها وظيفه والمفصله الشورت لها وظيفه ثانيه. طبعا في الفيديو ده هنتكلم على تفاصيل انواع المفصلات اللي موجوده. تفاصيل المفصلات انواعها واسعارها. رقم واحد عندي مفصله بلوم. المفصله دي الاصليه دي عامله 160 جنيه. عندي المفصله بلوم التقليد 3 دي علشان المسمارين دول بيحركوا الضرف يمين وشمال معايا، تمام. المفصله دي عامله 60 جنيه. بعد منهم عندي مفصلات سيمنت، انا ما اشتغلتش بيها، هي موجوده عندي عينه لان ما طلبهاش العميل مني، ولكن مفصله تستحق الاشاده. وبرده لو عارفين سعرها قولوا لي السعر بتاعها في التعليقات. عندي مفصله جاست توب. المفصله دي ليها سعرها، مفصله كويسه ضد الصدى. طبعا احنا نعرف الحاجات دي منين؟ لما نستخدم معاها المغناطيس. بنعمل كده كده المفصله دي تصدي، وبلوم الاصل تصدي، وبلوم التقليد تصدي، مفصلات سيمنت تصدي. مفصله جاست توب ما تصديش لان المغناطيس مش راضي يربط في اي مكان في المفصله. مفصله المنصوري ما بتصديش لان ما بتلقطش في اي مكان في المفصله. معلومه عرفتها مؤخرا، مش كل المغناطيس اللي يلقط في المفصله تبقى تصدي. مرات المفصله بلوم اللي هي بيلقط في المغناطيس ما بتصديش. جوده المفصله والاوبشن بتاعها عالي جدا، ولكن سعرها اعلى من قيمتها. كده نكون اتعرفنا على انواع المفصلات اللي موجوده معانا. تعالوا بقى نتكلم على كل تفصيله لمفصله لوحدها. عندي مفصله بلوم الاصلي فيها 2 ميزه. الميزه الاولى ان هي بتبقى سوفت كلوز، والميزه الثانيه ان انا بحولها بالزرار ده انها تكون مفصله عاديه، ما تكونش مفصله سوفت كلوز. ولكن انا ما بستخدمش المفصله انها تكون فيها 2 ميزه. وانت بقى محتاج تركب للمطابخ الكلادم فتركب المفصله دي اسمها مفصله شورت، ايا كان بقى المستورد بتاعها او شركتها. ولو هنركب في الخشب هنركب مفصله ايه؟ هنركب مفصله طياره، ايا كان بقى البراند بتاعها او المستورد بتاعها. تكونوا استفدتوا من الشرح اللي احنا شرحناه عن المفصلات وتفاصيل المطبخ، وما تنسوش المتابعه واللايك الجميل بتاعكم علشان نوصل لكل جديد. يلا بينا.